معكم مدام العامريه بالقائد، اخصائيه ترويض طبي وعلاج فيزيائي، كوتش ومدربه في مجال التنميه الذاتيه. شريت انا 4 الحصص، اغلبيه تيجيو 20 حصه 20 حصه ب 100 درهم. 100 درهم ما كاينش مشكل. اللي تسجلت معنا من دابا لاخر الشهر مرحبا على راس العين، ما كاينش كسون بيرينيال ترويض الرحم، ما كاينش مشكل. يلا البنات خليوكم معنا. غندخلوا ليها السيروم خاصه. دابا درنا ليها الماسك على وجهها كامل ودرنا ليها هاد لي كوطون امبيبي بلا لوس كيحيدوا التجاعيد، ميم حتى دوك الخطوط الصغار كيبداو تيتحيدوا وكيعطي واحد التجديد للخلايا ديال البشره وكيعطي واحد ليكلا. اختي والحجامه هي وصيه ديال النبي صلى الله عليه وسلم اولا وقبل كل شيء، هي من قد واحد المساله اللي جديده اللي دابا كنمارسوها في المركز ديالنا هي مجال ديال التنميه الذاتيه، يعني دخلنا الكوتشينغ والبرمجه اللغويه العصبيه في المركز، بحكم كان يعني كان جمعنا واحد الوقت طويل مع المريض، كيستافد المريض من الترويض، وحتى الا بغى يدير يعني حصص اللي كتخص الكوتشينغ مرحبا. بالنسبه للعنوان البنات كيتواجدوا في كازا اناسي اون فاس مع الجامع ديال كوشي ديال الاندلس. ها الكابينه البنات فين كاينه هي هذه اللي غادي تشوفوا معايا دابا، جات اون فاس مع الزنقه هذه هذا هو المركز البنات، جا في البروميير ايطاج. هانتوما اجيو معايا باش نوريكم. هاهي هذا هو المركز البنات فين كيتواجد. هذا هو المركز العامريه للترويض الطبي والعلاج الفيزيائي البنات. اجيو معايا نوريكم الباب. السلام عليكم. غادي تشوفوا معايا مع شكون جا. الاخت نعيمه صحري، الاخت نعيمه صحري ستيله البنات، حتى هي جات. اجي تشوفوا معايا. السلام عليكم، كي دايره؟ لاباس عليك؟ ياكلوا مصحه. هذا الموعد عندنا واعر. تشوفوا معنا نعيمه البشره ديالي وغادي نصوروها البنات، غنصورها في الفيديو، غنصوروا الاخت نعيمه كيفاش غدير السوان د فيزاج. السلام عليكم متتبعين قناه مريم شانيل، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. اليوم البنات لاول مره على قناتي جينا المركز العامريه للترويض الطبي اللي كيتواجد في كازا اناسي اون فاس مع جامع ديال الاندلس. غنخلي لكم العنوان مكتوبه البنات في اول فيديو. اليوم غادي تكون معنا الاخصائيه الترويض الطبي والعلاج الفيزيائي البنات. ودابا ندخلوا عند الاخصائيه الترويض الطبي والعلاج الفيزيائي. السلام عليكم اختي. وعليكم السلام ورحمه الله. كي دايره؟ لاباس عليك؟ بارك الله فيك. مرحبا بنا عندك اليوم. مرحبا بكم. معكم مدام العامريه بالقائد، اخصائيه ترويض طبي وعلاج فيزيائي، كوتش ومدربه في مجال التنميه الذاتيه. واليوم حاضره معنا السلام عليكم. نعيمه. غنيه على التعريف. صحري نعيمه البنات، صاحبه شركه ديال البيجامات اللي كنصوروا عندها دائما البيجامات. اليوم حتى هي شنو غدير عندك الاخت نعيمه؟ نعيمه بعدا مرحبا بك. ربي يخليك. صباح بخير، لاباس عليك؟ لاله نعيمه غادي دير لنا ان شاء الله جلسه ديال التنظيف وتنقيه الوجه اللي كتعتمد على الهيدرافاسيال. تنظيف وتنقيه الوجه. تنظيف وتنقيه الوجه، نعم. اليوم دايره لنا شي برومو؟ ضروري ان شاء الله، لان متتبعات مريم شانيل العزاز غنديروا لهم ان شاء الله واحد لوفر سبيسيال من هنا ان شاء الله لاخر الشهر، وغادي يكون فيها يعني مفاجات. ودابا اختي شنو غندوزو؟ دابا غادي ندوزو للمركز الداخل، يعني لي صال فين كنخدموا، وغادي نشرحوا كل حاجه بوحدها. تفضلي معايا. اجي معايا، اجيو معنا حتى نتوما. دونك هذه لاصال كبيره فيها دي بوكس كنخدموا فيها الترويض الطبي والعلاج الفيزيائي. عندنا الترويض الطبي جميع التخصصات ديالو بما يخص يعني امراض المفاصل والعظام، الروماتيزم كنخدموا على يعني البروده، كنخدموا كذلك على الجهاز التنفسي، الجهاز العصبي. بالنسبه اختي للمركز العامريه للترويض الطبي، يعني نتوما اول وحدين؟ حنا اول وحدين في اناسي، حلينا في 2004. 2004 كنا ثاني وحدين على صعيد البرموسي. تبارك الله ما شاء الله، راه معروفين في اناسي. ايوا الحمد لله. عندنا تجربه ديال 18 سنه. 18 سنه نعم. تبارك الله ما شاء الله. زائد ان يعني المركز ديالنا دخل بزاف ديال لي زاكسيسوار، لان هذا الدومين فاست، هذا الدومين فيه دائما الجديد، يعني كنحاول دائما يعني نفيدوا الناس باللي هو جديد.
الوغ بحال دابا بالنسبه للترويض الطبي كما قلت لك لافونتاج ديال المركز هو ان العيالات تيكونوا بوحدهم، انا اللي كنخدم لهم شخصيا، والرجاله عندنا اخصائي ترويض طبي اللي كيتكلف بالرجاله. فوالا يعني واحد لافونتاج كيقلبوا عليه الناس بزاف، كل واحد كيكون مرتاح واليز ولي بوكس مفروقين، حتى ولو يكونوا العيالات راه كل وحده كتخدم بوحدها اليز، ولكن حنا كنكونوا بحال فامي، يعني كيكون واحد الجو ديال الراحه، العيالات تيكونوا مرتاحين، لان بعضياتهم ولو تشوف وحده اخرى راه ما كاينش مشكل. فهمتي؟ هذا هو اللي كاين. الوغ هنا كاين الماتيريال ديال الترويض الطبي والعلاج الفيزيائي، عندنا في لي شاريو، عندنا لي زاباري ديال الالكتروثيرابي. اجي تفضلي معايا تشوفي. اجيو معايا هذا اللي باغ باراليل ديال لافيكاسيون ديال لاماتش ديال المشي وديال التوازن. عندنا لي زاباري ديال العلاج الكهربائي، ها هما لي زولتراسون. كاين واحد المساله اخرى اللي كندخلها دابا في المركز هي لاماسيسمون، يعني تخسيس الوزن. الوغ بالنسبه لتخسيس الوزن عندنا نيوتريسيونيست، عندنا اخصائي في التغذيه اللي كيخدم على التغذيه الطبيه والحميه. هذه المرحله الاولى اللي كتكون في تخسيس الوزن. من بعد المرحله الثانيه هي التمارين اللي كتقوي العضلات ديال البطن، كيتشد لنا البطن ديالنا. وعندنا كذلك كنخدموا بالماساج تشدليك خاص بالاماسيسمون بلي برودوي خاصين هما اللي كتشوفي هادو، يعني كيعرقوا الكرش، كتولي يعني لا باسونت كرشها كلها دايزه بالماء. كنديرو عليهم السلوفان واحد الطريقه خاصه بالتدليك، يعني كتولي كتقول لك راني صافي كندوب الكرش كلها كدوب. كل باسيونت كتحتاج مده باش طبيعه الحال على حسب يعني واش الوزن ديالها شحال، على حسب واش عندها امراض مرافقه المشكل ديال لوبيزيتي ديال يعني زياده الوزن، واش صغيره في لاج واش كبيره، يعني كيدخلوا بزاف ديال العوامل. بطبيعه الحال هادشي كلشي راه كندرسوه النهار الاول مع المريضه، تنديروا لها واحد لافيش وكنقيدوا هاد المعلومات كاملين وكنعتمدوا عليها فيما يخص يعني العدد ديال الحصص، وكذلك يعني الطريقه كيفاش غادي نخدموا. وكاينه قلتي لي واحد البرومو اللي مستحيل تلقاوها البنات. مرحبا، هذه المتتبعات مريم شانيل العزاز غادي نديروا لهم واحد البروموسيون، واحد لوفر خاصه اللي غتكون من ان شاء الله لاخر الشهر فيما يخص الهيدرافاسيال اللي غادي نهضروا عليه من بعد. وفيما عندهم البنات حتى الترويض الرحم ريديكاسيون بيرينيال. لو الترويض ديال الرحم كنخدموا بجوج المسائل الاساسيه. عندنا لاصون اللي كتشوفوا هذه كتدخل في الرحم وما يخافوش منها، راه كتكون معقمه عند كل استعمال وكتعطي واحد دبدبات. كتخدم بهاد لاباراي، البروغرام ديالها كاين في هاد لاباراي، كتعطي واحد الدبدبات. بطبيعه الحال هاد الدبدبات كتحس بها المريضه وكنرجلوها على حسب التحمل ديال المريضه. كنخليوها ما بين الساعه حتى الساعه ولا ربع تقريبا الوقت ديالها، ما كتحس المريضه حتى شي حاجه اللي كديرونجيها، كتكون مرتاحه متكيه على الظهر ديالها. من بعد ملي كنحيدوا هاد لاباراي تنخدموا واحد مجموعه ديال الحركات اللي كيعتمدوا على التنفس وكيعتمدوا على شد العضلات ديال الرحم. وبالنسبه للناس كيفاش هذا الترويض الرحم، الناس اللي كيكونوا يلا ولدوا الولاده كيجيك دابا الرحم هو عباره عن عضلات. المراه ملي كتولد سورتو ملي كتكون والده جوج المرات ثلاثه المرات، يعني اشنو كتعرض لارتخاء في عضلات الرحم، كيترخاو. وشنو كيفاش كتحس هي ملي كتكون كتصوت كتقول لك انا كنقيس بحال شي كره، كنقيس كره كتهبط ليا، ولا مثلا كتكحوب اولا مثلا كتكون هابطه في الدروج اولا عندها واحد المجهود كتقول لك كنحس بالوالده ديالي كتهبط. الوغ هنا كتمشي عند الطبيبه الجينيكولوج ديالها كتعرف بان عندها كتشخص لها ان عندها ارتخاء في العضلات ديال الرحم. يعني كنقولوا حنا بالدارجه ديالنا عندها الوالده طايحه. هنا يعني كيجي الدور ديال الترويض، ولكن الترويض كيعطي المفعول ديالو 100% الا كان في المراحل الاولى من هاد ارتخاء عضلات الرحم. يعني من الاحسن يعني المراه تبادر براسها في الاول، ما تخليش حتى يتطور المشكل وتولي سلاسل بول. يعني كتولي المراه ما كتحكمش حتى في البول ديالها، كتولي يعني دغيا خاصها تمشي للطواليت وما كتقدرش تجمع واحد الكميه البول بزاف، دغيا خاصها كل شويه تمشي للطواليت. هذا هو فين كاين لو ريسك. وحتى كيكون بعد حتى الالام، كيكونوا ديزانفيكسيون يعني كتعرض للالتهابات في الرحم ديالها. هذا هو المشكل الا ما تعالجش في الاول ديالو. بالنسبه للثمن، بالنسبه للثمن لا ريديكاسيون بيرينيال كدير غاليه شويه، كنديروها 200 درهم، ولكن بالنسبه للمتتبعات دائما كاين الجديد هو ان غنديروها غير ب 100 درهم. 100 درهم هنا لاخر الشهر باذن الله. ولو تكون عندها حصص نكملوا لها ب 100 درهم. اللي بدات معنا من دابا نكملوا لها ب 100 درهم، ما كاينش مشكل. اللي غنأكد لكم البنات هي المعامله، غتشكروني عليها تبارك الله ما شاء الله عليها. لا في المعامله ديالها الناس دابا لقينا بزاف تاع لي باسيونس كاينين كلهم كيشكروهم. الناس تاع انسي اكيد راه عارفينها تبارك الله. شحال وانتيها؟ دابا 18 سنه. 18 سنه وهي كاين هنا في انسي.
تبارك الله ما شاء الله. الناس كاملين راه غيبانوا لكم في التعاليق. المعامله اهم حاجه البنات. ها هي 100 درهم، واخا تكون عندك حتى 3 الحصص 4 الحصص ياك. واخا تكون لا ما كتجيش 3 ولا 4 الحصص، اغلبيه تيجوا 20 حصه 20 حصه 100 درهم. 100 درهم ما كاينش مشكل. اللي تسجلت معنا من دابا لاخر الشهر مرحبا على راسو العين، ما كاينش مشكل. 100 درهم البنات. ترويض طبي واخا تكون عندك حتى 10 الحصص 20 حصه، ولكن البنات راه العرض محدود لاخر الشهر. لاخر الشهر لا غير كسون بيرينيال ترويض الرحم ما كاينش مشكل. يلا البنات خليوكم معنا. معايا شنو معايا مدام مريم. هنا عندنا لاله نعيمه غنيه عن التعريف. ها هي صحري نعيمه المشاهدين سلام. هي الاولى غتبدا. هنا في هاد لاصال غادي نخدموا ليها جلسه ديال تنظيف وتنقيه الوجه عن طريق الهيدرافاسيال، تقنيه الهيدرافاسيال. دونك هذه هي لاباري ديال الهيدرافاسيال. هذا الفابوريزاتور اللي كيعطينا يعني البخار باش يتحلوا لنا المسام. وكنخدموا بواحد لي برودوي كوزميتيك، يعني دي ماسك غوماج بزاف ديال لي برودوي اللي كنستعملوهم. الهدف ديالهم هو تنظيف البشره. عاد كنبداو تنظيف البشره، عاد كنبداو السوا ديال الهيدرافاسيال. انتم غادي تشوفوا معايا الطريقه. نبداو الهيدرافاسيال اشنو هو باش نشرح للناس. عندنا حنا السوا العادي ديال الوجه وعندنا سوا ديال الهيدرافاسيال. الوغ السوا العادي هو تنظيف البشره عن طريق مواد اللي كتكون بيو ناتوريل، يعني كنحيدوا الخلايا الميته، كنحيدوا لي بوان نوار، كنحيدوا كاع دوك الشوائب اللي كاينه في البشره. ولكن الهيدرافاسيال هو تنظيف عميق للبشره، يعني كنتغلغلوا الطبقات اللي داخل اللي كاينين للبشره. زائد انه كيتميز ان كنستعملوا واحد لي زاسيد ما كاينينش في السوا العادي. هاد لي زاسيد هما لاسيد لاكتيك ولاسيد ساليسيليك ولاسيد هيالورونيك. راه كل بوتيه من هذه فيها واحد لاسيد، فيها واحد الماده اللي كتعطينا واحد التنقيه من الجذور ديال البشره، يعني كتنقي البشره بعمق وكتعطيها كتغذي لها حتى الكولاجين. وشنو هو الكولاجين باش يعرفوا المتتبعات؟ الكولاجين هو واحد الماده اساسيه كتدخل في التركيبه ديال البشره، واحد ليليمون، واحد الموليكول كتدخل في التركيبه ديال البشره. وشنو هو الهدف ديالها؟ هو انها كتخدم على شد البشره، يعني كتحافظ على البشره. وملي كتبدا هذه الماده تنقص البشره كتعرض للضرر، يعني كتكون كيبانوا التجاعيد، كيبانوا لي طاش، كتكون البشره يعني بو كتولي عندنا يعني باين انها ما مخدوماش. خاصه هاد لي سوان باش كنعاودوا نرجعوا ليها ديك النضاره ديالها وترجع ديك الاشراقه للبشره، وتعاود يعني ديك الطاقه اللي كانت فقدتها البشره مع لاج ومع يعني ستريس الخدمه ومع الاجهاد ترجع ليها من بعد. وتا هي كاينه فيها برومو طبيعه الحال حتى هي ان شاء الله غادي نديروا لها بروموسيون، غنخليوها حتى الاخر ان شاء الله ونهضروا لكم على هذه لي بروموسيون. المتتبعات العزاز ديال مريم شانيل مرحبا. نبداو اختي. واخا. الوغ اول حاجه غادي نبداو بها بعدا كنحيدوا المونطر، كان شي باك كان شي حاجه خاص يعني لا تريطونس تكون يعني بيان بريباري. الاولى الا لاحظتوا مدام نعيمه دابا راها انستالي على ظهرها. نورمالمون غادي نخدموا الفيزاج وكندخلوا معاه حتى هنا لو كو والكتاف، ولكن باش ما نبينوش مدام نعيمه انا غادي نركزوا دابا غير على الوجه. انا تنشرح لكم باش تعرفوا راه السوان ديال الهيدرافاسيال داخل فيه حتى يعني هنايا العمق وحتى الفوق ديال الصدر والكتاف كلهم كيدخلوا لا في لي برودوي لا في الماساج لا في كلشي. دابا غادي نركزوا اكثر على الوجه. على الوجه هكذا تندير لها الفيطه على الوجه ديالها. واخا مرحبا. اول مرحله غادي نبداوها هي نديماكيو الوجه، نحيدوا نعم واخا تكون كاع ديماكيو ولا واخا تكون هي دايره الماكياج ولا ما دايرهاش غادي ضروري نديماكيو الوجه. كنبداو بالعوينات هما الاولين. العوينات غادي ناخذ واحد شويه ديال الكوطون. غادي نبداو اول حاجه هي غنديماكيو. كنبداو بالعوينات بسم الله. هنا هادو راه فيهم لودغوز الماء الورد وغادي ناخذ هذا فيه لو ميسلير واحد الليكيد اللي كيديماكي مزيان. الوغ الا كانت مثلا ندير الكحول او لا اللي كاين المهم تنحيدوها. شفتوا كاين واحد شويه ديال لاطراس هنا كحله نحاولوا ان نقيو ليها الشفار ديالها وعينيها بهذه الطريقه دائريه. وبالنسبه للثمن بالنسبه للثمن عندنا كما قلت لكم واحد لوفر. حنا باقيين عند الوعد ديالنا المتتبعات. الوغ لوفر هي كنديروا حنا السوان ديال الهيدرافاسيال كنديروه ب 400 درهم، ولكن بالنسبه للمتتبعات غادي نديروه لهم ب 300 درهم 6000 ريال عوض 400 درهم من هنا لاخر الشهر ان شاء الله. وبالنسبه للماسيسمون
كنديروا واحد الباك داخل فيه كل شيء، كل ما يخص تخسيس الوزن كنديروه ب 30,000 ريال 10 الحصص. وبالنسبه للمتتبعات العزاز ديال مريم شانيل غادي نديروا لهم غير ب 1000 درهم. 1000 درهم. واخا تقيديني في دابا وتبقى غادا كتكمل لي سيونس ديالها، راه غنحسبوا لها ب 1000 درهم تتسالي لي سيونس ديالها كاملين. حيت البنات العرض محدود المده حتى لاخر الشهر. هانتوما كنديماكيو هنا هانتوما. بالنسبه للثمن ديال الحجامه، الثمن ديال الحجامه كنديروها ب 150 درهم، وعندنا الحجامه معها مسائل اخرى، معها الفوطه الناريه، معها الموكسا. حنا غادي نخليوها للمتتبعات حتى هما غادي نخلي لهم 120 درهم. 120 درهم البنات عوض 150 درهم. العرض محدود البنات المده حتى لاخر الشهر. حتى لاخر الشهر. سارعوا. بالنسبه للبنات مركز العامريه للترويض الطبي راه معروف انسي، والناس اكيد غيبانوا في التعاليق. راه تقريبا شحال باش انت حليتي في حلينا في 2004. 2004. دابا درنا لها واحد لي ديماكيون. وعاوتاني واحد المساله هو ان هاد السواني كنديرو راه على حسب النوع ديال البشره. يعني بالنسبه للاختيار ديال لي برودوي اللي غنخدموا بهم راه كيكون على حسب نوع البشره. الا كانت البشره جافه، كانت البشره دهنيه او لا ميكس يعني مختلطه، كانت لابو سونسيبل حساسه، يعني هنا تريطونت خصها تكون عارفه نوع البشره. بحال دابا مثلا نائمه عارفه ان البشره ديالها جافه، يعني غادي نختار ليها دي برودوي اللي غادي يعطيوها الترطيب اكثر. بحال دابا هاد لي ديماكيون، وفي نفس الوقت مرطب. نديروا لها بحال الشكل ديال المساج، ولكن باقيه الله المرحله الاولى غير كنديماكيو، هذا هو الهدف ديالها. دابا من بعد منين تغلغل ليها هاد الحليب المرطب اللي كيحيد لنا المكياج في الوجه ديالها، غادي نزولوه بلي زيبونج فيهم الماء. وبالنسبه للناعمه غادي نستعملوا لها غير الماء بارد. علاش؟ لان عندها البشره جافه، لان السخونيه كتزيد كتنشف البشره. مازال كون كانت البشره دهنيه غنستعملوا الماء دافي شويه باش تحيد لك الدهون. باش تحيد الدهون. يعني كنطفوا لها الوجه ديالها مزيان من البقايا ديال هذاك الكريم. من بعد غادي نشفوا لها الوجه ديالها بهذه الطريقه. من بعد ما نشفنا لها الوجه ديالها غادي ندير واحد اللوسيون. هذا اللوسيون شنو الهدف ديالها؟ واحد الليكيد، واحد السائل. الهدف ديالها هو ترجع البشره للتوازن ديالها وكتديزانفيكتي الماء، يعني كتعقم. من بعد يعني هذا الحليب دائما كنخدموا باللوسيون. قلتي الاثمنه ونسيتي ما قلتيش لينا الثمن ديال السوان عادي. السوان عادي كنديروه في الايام العاديه ب 4000 ريال 200 درهم، ولكن بالنسبه للمتتبعات غنديروا لهم 150 درهم. 150 درهم عوض 200 درهم البنات. والعرض محدود كما قالت لكم الاخت العامريه، العرض محدود. وشنو الاختلاف ما بين السوان عادي والسوان هكا عميق؟ السوان العادي كنخدموا بالماساج، فيه الكوماج، فيه لي ماسك، ولكن دي برودوي ناتوريل بيو. والفرق بينه وبين السوان ديال الهيدرافاسيال هو الهيدرافاسيال كنخدموا لي زاسيد. كاين واحد المواد، واحد لي برودوي هادو كيكون تنظيف اعمق، هما هادو اللي كنديروهم في هاد القريعات. كاين لاسيد لاكتيك في هاد لابوتي لابوتي بي فيها لاسيد ساليسيليك، وهنا لاسيد هيالورونيك. هاد لي زاسيد راه معروفين الجوده ديالهم انهم يعني كيساعدوا انه يرجع لنا الكولاجين وترطبوا البشره وتنقيوها بعمق، وكيعطيوها يعني كيجددوا الخلايا وكيعطيوها ديك النضاره ديالها. الوغ دابا حيدنا ليها كما قلت لك المكياج، اي اثار ديال المكياج تحيدت، نقينا لها الوجه ديالها، درنا ليها لوسون هي الاخرى. ندوزو المرحله الثانيه هي الكوماج. دابا غندوزو الكوماج البنات، خليكم معنا. الصوغ من العسل، هذا كوماج ديال العسل. كوماج ديال العسل من طبيعه الحال كما قلت لكم، يعني هاد لي برودوي كيبقى الاختيار ديالهم على حسب النوع ديال البشره، على حسب الهدف اللي بغينا نوصلوا ليه. مثلا ملي كتكون البشره اكنيك فيها الحبوب تنختاروا واحد لي برودوي خاصين لهذا الشيء، ماشي بحال البشره اللي ما فيهاش الحبوب وما فيهاش مثلا ليطاش. بشره دهنيه ماشي هي البشره الجافه. بشره مختلطه ثاني عندها التعامل ديالها خاص.
وعاوتاني ملي كتكون بوماتور يعني متعرضه لاج يعني العامي ديال السن ويعني التعب والاجهاد، هذيك حتى هي كنتعاملوا معها معامله خاصه، يعني على حسب النوع ديال البشره اللي عندنا كيتم اختيار المواد التجميليه اللي غادي نستعملوها. ندوزو ليها على وجهها كل، ودائما من التحت للفوق باش دائما كيبقى البشره مشدوده. كنحاول دابا من بعد ملي دوزت ليها الكوماج على وجهها كله والتحت ديال الدقن ديالها هنا نورمالمون حتى العنق والكتاف، غادي نديرو ليها شويه ديال لود روز يعني الماء الورد على عينيها. انا كنستعمل الماء الورد ولا واحد لوسون مصوبه من الخيار، لان الخيار مهدئ صافي. وغنخليوها ترتاح وغنخليوها 10 دقائق حتى ضرب ساعه على حسب نوع البشره. بحال دابا مثلا بالنسبه لمدام نائمه عندها البشره جافه يعني كتمتص دغيا البرودوي، غير 10 دقائق كافيه، كنحسوا به نشف وغنقوميو. الا كانت دهنيه خاصها الوقت، خاصها واحد ربع ساعه حتى ثلث ساعه باش كتمتص مزيان هذاك البرودوي اللي درناه. عاد غنقوموا بعمليه التقشير. دابا كتحيدي لها الكوماج بهذه الطريقه كنقوميو مزيان باش دوك الخلايا الميته كلها تحيد. اي حاجه بقات في البشره ما غتصلحش كلها كتحيد بهذه الطريقه دائريه. كنبداو هنا لتحت، بطبيعه الحال كون درنا لها العنق ديالها كله راه غادي حتى هو نخدمو. ما بغيناش نبينو ما بغيناش نبينو لها كلشي، العنق وحتى الفوق ديال الكتاف. كنقوميو مزيان هنا. في الاول كنبدا بهادو هادي، هاد المناطق الصغيره كنديرو دابا هادي شتي. تيبقى لنا غير النيف اللي غادي نخدمو بايدي، غنركز عليه بايدي. نديرو لي سيبونج فيهم الماء. دائما كنستعمل لها هي بالنسبه لها هي بوساج الماء بارد، ما غاديش ندير لها الماء سخون. ودابا العمليه الثانيه من بعد تنظيف ديال البشره غادي نديرو ليها الفابوريزاتور باش يسحلوا لنا المسام، باش ملي نبغيو نحيدو دوك الخلايا الميته ونستعملوا الاضاءه فاسيال غادي تكون يعني تعطي فعاليه اكثر. هادو درنا لها غير القطن عامر بلوسون ديال الخيار لانها مهدئه فهمتي، تعطي ديك النضاره للعينين، كتحضر العينين غير من التاثير ديال هاد لافابور. هاد لافابوريزاتور غادي نخليوه واحد 10 دقائق تقريبا حتى 15 دقيقه. وبالنسبه لمدام نائمه حيت لابوسيش ما نخليوش بزاف باش ما يزيدش ينشف لينا البشره ديالها، حيت هو كيعطي ديك السخونيه حنا ما خصناش نشفوا لها البشره ديالها، بقى فيها دائما داك الترطيب. اول شفتوا هاد لاباري ديال الهيدرا فاسيال فيها مجموعه ديال الرؤوس، غادي كل وحده باش كتليق. غادي نبداو بالراس الاول اللي هو ميكرو ديرمابرازيون. هادي يعني كيانجكتي واحد البرودوي واحد لاسيد يعني كيدخلوا للوجه ومن بعد كيشفطوا يعني كيحاول انه يخرجوا. بهذيك العمليه ديال الانجكسيون والشفط تيتم اخراج جميع المسائل اللي هي خايبه في البشره كلها كتحيد، نقى البشره بعمق. هذه هي المرحله الاولى اللي غنبداوها في الهيدرافاسيون. واخا غنبدا هاد لابوتاي علاش لاحظتوا هنا راه كاينين 3 ديال لي بوتاي بي سي. هاد علاش لاسيد لاكتيك خاص للبشره سيش جافه. هاد بي ريكوموندي لابو غراس اللي هي دهنيه، والسي لاسيد هيالورونيك وفيه دي فيتامين فهمتيني باش كيعطينا الكولاجين. كنقدروا نبداو بأ ونكملوا بالسي. بالنسبه للنائمه غنبداو بأ ونكملوا بالسي. غادي نبداو العمليه ديالنا بسم الله. شتي راه كيخرج الماء بلاتي شوفوا معايا كيخرج الماء. هنا حدا النيف وكنعقمو دائما. كتعطينا واحد شويه لاغوجور ولكن ما يهمش، هذه كلها غادي تحيد من بعد. الحميرار كامل هذا الحميرار ما غاديش يهمنا.
الوغ الراس الثاني اللي نخدموا به هو السكرابر. هذا السكرابر كيقوم بالتقشير ديال البشره. هذه هي المرحله الثانيه من بعد الراس الاول. هنا نقشرها البشره ديالي كامل. هذا مقشر. هادشي كله غادي نوريكم كيفاش غادي نقشر لها كلشي. كندوز على وجهها كامل. هذا الراس الثالث هذا فيه دي فيتامين باش كيعطيونا ثاني ديك التغذيه للبشره. من بعد ما استعملنا الراس الاول والثاني غادي هو بحال رشاشه، غادي نرشوا لها داك الفيتامين غيتغلغل وكيدخل اكثر. غتغمضي عينيك كلشي الوجه ديالها. من بعد غنطفوا ليها باللوسيون. دائما نطفوا ليها باللوسيون ديال الخيار، لانها علاش اللوسيون ديال الخيار؟ علاش؟ لانها مهدئه وتحيد لينا حتى هاد الاحمرار وكتبرد البشره، كترجع ليها التوازن ديالها. الوغ هذه العمليه الاولى باش نتغلبوا على هاد الحموريه. ومن بعد غادي نديرو هاد لي غافاسيال كيتسمى الكولد، العلاج بالبروده. علاش؟ هذه كتسد لينا المسام وكتحيد لينا هاد الحموريه وكترجع داك التوازن للبشره، تترجع داك الهدوء ديالها للبشره. غادي نديرو دابا غتحسي بالبروده. ومن بعد غندير واحد السيروم اباز دو فيتامين سي، يعني مكون من لا فيتامين سي باش تعطيها يعني ديك يعني ترجع ليها داك التبييض للبشره وترجع ليها ديك الحيويه والطاقه للبشره. غنديروا ليها وغادي ندخلوا ليها باش لولتراسون هذا الراس اللي كيساهم انه يدخل هذاك البرودوي لداخل ديال البشره، تستافد منه البشره 100%. غندير لها هذا السيروم. ندخلوا لها السيروم بالتخصن، ندوزو ليها على الوجه ديالها كامل. كما كتلاحظوا البنات ما بقاش حمر كيف ما كان في شي الاول دابا بزاف. صفى على وجهها. هاد لو تخصن نقدر ندوزها على العنق ديالها، ما كاينش مشكل، على الجبهه، النيف، كلشي الوجه ديالها كامل باش تستافد منه البروبليم مزيان. المساج غندخل لها هادشي اللي بقى في هاد السيروم بحال هاد الطريقه، كلشي يتمص مزيان، تسيح نحس به نشف مزيان. دائما من التحت للفوق، ومن طبيعه الحال غنخدمو حتى العنق ونخدمو حتى الكتاف وحتى كاع الرقبه، اللور ديال الرقبه مع دابا ما كايناش خدمه نايم، دابا الراحه. ريحه القهوه عاطيه، وي واخا غير سيروم عاطيه فيها ريحه القهوه. دابا اختي دابا غنخدمو بلا راديو فريكونس. هذه غتحس بواحد شويه سخونيه. الدور ديال هاد لا راديو فريكونس انك كتحيد لها التجاعيد، كتشد البشره وكترفعها. يعني اكثريه غادي ندوزو على هاد الكونتور ديال لي ليفر ديال التجاعيد هنا كله، هنا حدا النيف، الا شفتوا واحد الخطيط كاين واحد لو تخي هنا، وهنا الجبهه ديالها، وهاد الكونتور ديال العين، كلشي. يعني كنحاولوا نركزوا على هاد البلايص اللي كتعرض بزاف للتجاعيد. هي غتحس بحال السخونيه، ومن طبيعه الحال راه حتى هي ريغلابل، نقدروا نزيدوا في الجهد ديالها، نقدروا نقصوا. كيف ما قالت لكم البنات، راه برومو سوا عادي راه غير ب 150 درهم، والعرض محدود لمده اسبوعين. 150 درهم البنات، زعما ثمن خيالي. سارعوا بغيتكم كاملين تستافدوا من هذا العرض هذا. دابا مين كملنا يعني الريوس كاملين، غادا ندوزو لمرحله اخرى، هي غندير لها واحد لو ماسك باش ترتاح. وهذا الماسك خطير لتبييض البشره. تبييض البشره. تبييض البشره. الوغ غادي
ندير له هذا باش نزولوه يجينا العمليه سهله. غادي ندوزوه على وجهها كامل. هذا لتبييض البشره. تبييض البشره مصوب من لاغجيل ومن الطين ومن بياض البيض. وعندنا فيه لا فيتامين او، وعندنا فيه دقيق الذره. هاد المكونات كامله راه هي كتساهم في تبييض البشره. هذا شحال كيحتاج ديال الوقت؟ هذا غنخليوه لها حتى ينشف. بالنسبه لها هي لابو عندها سيش، راه دغيا تينشف، غير 10 دقائق كافيه. اللي عندها البشره دهنيه تاخذ وقت اطول. عاوتاني على حسب الجو، الا كان الجو سخون دغيا كينشف، الا كان الجو عفوا الجو بارد دغيا كتنشف، الا كان الجو سخون كتاخذ شويه الوقت. فهمتي؟ ندوزو لها هكا. دابا درنا ليها الماسك على وجهها كامل، ودرنا ليها هاد لي كوطون امبيبي بلا لوسيون ديال الخيار اولا بالماء الورد، وغنخليوه ليه حتى ينشف، عاد نزولوه، وعاد نديرو واحد العمليه ديال الماساج. ديال المرحله الاخيره. المرحله الاخيره بالنسبه لهاد لو سوان. الوغ من بعد ما درنا لها لو ماسك وزولناه غسلناه ونشفناه باللوسيون، ودرنا لها واحد المساج متكامل. هذا المساج كنديرو فيه مجموعه من الزيوت على حسب نوع البشره ديالها، زيت المشماش، زيت ارغان، زيت الصوجا، زيت يعني في نقدروا نجمعوا فيه هاد الزيوت كاملين ماشي مشكل. نقدروا نستعملوا كريم ايدغاطونت مثلا بالنسبه لها هي عندها البشره ناشفه بزاف اللي كترطب ليها البشره. فهمتيني؟ المهم كنديروا به مساج من هنايا كما قلت لكم من الفوق ديال من العمق ديالها الكتاف حتى اللور ديال الرقبه ديالها والوجه كامل، حتى كيكون واحد الاسترخاء تام لا باسيونس وكترتاح وكيدخلوا لها دوك الزيوت مزيان للوجه ديالها وكترطب الجلده مزيان. من بعد غنديروا المرحله الاخيره وهي ليد ماسك. بالنسبه للوقت شحال كتحتاج كل باسيونت المده ديال السوان؟ انا الوقت اللي كنخدم به هذا الجلسه ديال التنظيف كيمشي من ساعه وربع حتى ساعه ونص. ساعه ونص يعني ماكسيموم كنديروا ديك ساعه ونص. كنقدروا كاع نمشيو حتى ساعتين الا كانت المراه يعني خاصها مثلا ملي كيكون لابو غراس كتكون البشره دهنيه وفيها الخدمه بزاف، خاصنا نعطيوها وقتها. اكيد خاص يكون حيدوا دوك لي بوان نوار، خاصنا نخدموا لا فابوريزاسيون واحد الوقت طويل، خاصنا نخليو لها لي ماسك حتى ينشفوا مزيان. دونك تقريبا ساعه ونص حتى ساعتين. يعني الناس اللي كيمشيو للمحلات وكيديروا لهم لو سوان في الساعه لارو راهم كيستافدوا والو، يعني ما كافياش بطبيعه الحال. دابا غادي ندوزو ليد ماسك. غادي نديرو ليها طينات دائما فاسقين بلود غوز على عينيها، يعني وقايه لعينيها. نركبوا ليها الماسك. نتاكدوا انه موضوع الطريقه الصحيحه. كاينه اللي كتكون مديرونجيه ما كنحزموش لها كاع من التحت، كنخلي لها غير هكا الفوق. حسيت بي غادي يبقى مشوشي نقدر نحزموا ليها من التحت. دابا بالنسبه للنائمه غندير لها لا كولور روج، هذا اللون الاحمر، الضوء الاحمر. علاش؟ كل لون والدور ديالو، كل لون عنده الدور ديالو. هما كلهم خطيرين بالنسبه للتجاعيد، كيحيدوا التجاعيد، ميم حتى دوك الخطوط الصغار كيبداو تيتحيدوا، وكيعطي واحد التجديد للخلايا ديال البشره، وكيعطي واحد ليكلا، يعني كيعطي واحد النضاره واحد الاشراقه للبشره. ولكن الفرق فين كاين؟ ان هذا اللون الاحمر، هذا الضوء الاحمر خاص للبشره اللي هي كتكون جافه ناشفه. عندنا الضوء ازرق، انا غادي نبدلو غير باش تشوفوا. الازرق البشره الدهنيه، الازرق البشره الدهنيه، والاخضر البشره اللي كتكون ميكست. شتي دابا هما تبدلوا كاملين. فهمتي؟ عندنا واحد البروغرام اللي كيدوزو فيه كاملين باش كتكون مثلا اللي كتكون عندها البشره فيها لاكني وشويه جافه من الجناب يعني مختلطه، كنقدروا ندوزو لها بروغرام فيه الالوان كاملين ديال الاضواء باش كتستافد من هاد لا سيونس مزيان ديال هاد ليد ماسك. وهو خاصه كيدير للتجاعيد. هذه هي اخر مرحله. هذه هي اخر مرحله، كيبقى تقريبا واحد 10 ديال الدقائق. 10 دقائق البنات. صافي كنكونوا كملنا السوان ديالنا ديال ليدغا فاسيال. كملنا. بنات المده محدوده، سارعوا. مده اسبوعين. سوان عادي 150 درهم، والسوان سوان عادي 150 درهم. هذه هي الاوفر اللي درنا. وسوان ديال ليدغا فاسيال غنخليوه غير ب 300 درهم. بالنسبه لا ريدكاسيون بيرينيال يعني الترويض ديال الرحم خلينا غير ب 100 درهم، ولو يكونوا 20 حصه او 30 حصه اللي تجلس معنا من دابا ترويض الرحم مرحبا ما كاينش مشكل. واخا يكون عندك 10 الحصص واخا يكون انت اكثر ما كاينش مشكل، يعني المتتبعات العزاز مرحبا والف مرحبا ما كاينش مشكل. واحد الحاجه اللي نسينا مهمه بالنسبه لتوقيت العمل ديالكم،
كنخدموا في الصباح وكنخدموا في العشيه. كنستقبلوا يعني المريض في اي وقت جا. قلنا كنبداو من التوقيت 9 بالضبط من 9 12 حتى 12 ونص، وكنبداو من 2 ونص حتى 7 العشيه. وقالت لكم بالمواعيد لا، يجي المريض نستقبلوه نشوفوا شنو الحاله اللي عنده، يعني شنو النوع ديال العلاج اللي هو كيطلب، وغادي نعطوه الوقت اللي غادي يجي فيه يعني برونديفو، وغادي يرجع ان شاء الله غادي يلقى لاصال اللي هي موجوده وغادي نبداو معاه ان شاء الله نتوكلوا على الله. والسبت الصباح كنخدموا السبت العشيه، المركز كيكون خدام وكنخدموا السبت الصباح ما كنخدموش السبت العشيه. والحد وغير واحد المساله هو ان الحجامه تنديروها في الصباح ما كتكونش في العشيه. علاش؟ لان خصها تكون المريض او المريضه خصو يكون جايب ما فاطرش، من احسن يكون نديرها في الصباح. دابا وصلنا لنهايه دابا وصلنا للنهايه. من بعد ما غيكمل 10 دقائق حنا غنحيدوه. دابا حيت كنسجلوا الفيديو، لا لاحظتوا ان كنسجلوا وكنهضروا، ولكن بالنسبه للباسيونس ملي كتجي كنعتمدوا على ان خصها تكون مرتاحه ويكون واحد الحصه ديال الاسترخاء. يعني كنديروا لها واحد الموسيقى هادئه، لو سوان دايف والموسيقى خدامه وهي مرتاحه، وكنطفي عليها الضوء ملي كنكون كندير شي ماسك اولا شي كوماج باش كتكون في قمه الراحه ديالها. يعني كنقلبوا دائما على الراحه ديال المريض، هذا هو اللي كاين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. لاباس؟ الله يبارك فيك. بخير. الحمد لله. دابا كديري الاخت الحجامه. اجي تشوفوا معنا، شرحي لنا اختي. والحجامه هي وصيه ديال النبي صلى الله عليه وسلم اولا وقبل كل شيء. هي من قديم الزمان، ماشي دابا بعدا كنديروا الحجامه. وللاسف هذا الجيل ديال دابا قليل اللي كيعرف الحجامه. اما الحجامه الناس الاولين اللي كيعرفوا الحجامه كانوا والدينا وجدادنا وداكشي كيديروا غير في السواق. كيدير واحد الناس اللي كيكونوا الحجام ديال الحومه. دابا الحمد لله تخصصوا فيها اطباء، تخصصوا فيها الناس اللي هما في الميدان الصحي، الناس خداو على دبلومات على الحجامه على الابر الصينيه، فهمتي؟ دخلنا الفوطه الناريه، سمعتي؟ دخلنا الحجامه بالكؤوس ديال النحاس اللي كانوا بكري كنا كنديروها بالدجاج، الكيسان ديال الدجاج. دابا حيدنا الدجاج ولينا دابا نخدموا الكيسان ديال البلاستيك، خدموا لوح، فهمتيني؟ ما كنديروش الزيزوار، كنديروا لا من المشرط، خدموا لوح واخا تكون وقايه، حيت ربما كيجي شي حد يكون مريض خاصك تسولي واش عنده فقر الدم. فقر الدم موالين فقر الدم ما كنديروهاش ليهم. ما كيديرش حجامه؟ لا ما يمكنش. صحاب السكري؟ صحاب السكري مزيانه اليوم كطلع عليهم المناعه. غير هو الناس اللي كيكونوا ما عندهمش السكر وداكشي ما كيفطروش، كيجيو بلا فطور، كنديروها في الصباح ماشي في العشيه. اما اللي عندهم السكر تيفطروا، تياخذوا الانسولين ديالهم ولا كياخذوا الفانيد ديالهم وكيفطروا فطور عادي ماشي ثقيل، وكيجيو كيديروا الحجامه ديالهم. الحجامه مزيانه بصفه عامه، الحجامه مزيانه فيها وقايه بزاف الذات، كتطلع المناعه. بالاخص ملي شفنا بزاف تاع الناس التجؤوا دابا للحجامه مورا من وراء مرض تاع كورونا فوالا كوفيد. الصراحه هي الحجامه مزيانه. كاين اللي كيلقى عليها راحته، كاين اللي كيقول لك كانت فيا الشقيقه ما بقاتش فيا الشقيقه، كاين اللي كتنقص ليه الحريق ديال البروده، فهمتيني؟ كاينين العيالات اللي عندهم تختر الدم مزيانه ليهم، الاطباء كيصيفطوهم كيقول لهم تمشيو تحجموا. غير الانسان ملي غيمشي يبغي يحجم خاصو يعرف البلاصه اللي يحجم فيها، هذا هو اللي تنصح به الناس. وكما قلتي خصهم يجيو ما فاطرينش. لا ما فاطرينش، وكتكون في الصباح ماشي في العشيات. وشحال المده ما بين انك ديري حجامه؟ على حسب الطونسيو، كاين اللي عنده طونسيو هابط ما كنديروهاش ليه، هذا هو الفرق. دابا هاد السيده دارت الحجامه شحال المده باش تعاودها؟ من 15 يوم حتى 20 يوم ماشي مشكل. ممكن انها تعاود الحجامه. كاين اللي كيبغي يعاودها قبل كاع، تيقول لك لا انا تنبقى على راحتي كنخاف. بزاف الناس كيبقاو عليهم اكيد. هذا هو اللي كاين. هكذا كيفاش كدير لها. البنات حنا كنصوروا كاينين لي باسيونط هنايا، هما غيقولوا لكم الشهاده ديالهم. السلام عليكم اختي. السلام اختي. كي دايره؟ لاباس الحمد لله. عليك بخير؟ بخير الحمد لله. شحال انت كتجي هنايا؟ شحال مده وانت كتجي هنايا؟ دائما كنجي هنا المركز تبارك الله ما شاء الله ما نعاودش لك. وشنو كديري انت؟ كندير داكشي كلشي. ترويض؟ كندير الترويض، كندير داكشي الماكس الوجهي، انا يلاه مصوبه وجهه. تبارك الله ما شاء الله. داكشي زوين، عجبني زوين، لابارايات داكشي زعما عجبني بزاف تبارك الله ما شاء الله. والمعامله؟ المعامله تبارك الله تبارك الله. علاش جبدي المعامله؟ شي حاجه تبارك الله. اهم حاجه هي المعامله البنات، الناس كاملين كيشكروها تبارك الله عليها. هي كلشي زوين، المركز زوين، كلشي تبارك الله ما شاء الله، كلشي تبارك الله. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. الله يبارك فيك بنتي. شحال انت كتجي لهذا المركز؟ مده شهرين، مده طويله، ولكن هذا الترويض الاخر دابا مده شهرين. شنو كدير الترويض؟ الترويض لركبتي، انا دايره عمليه ركبتي، دايره بروتيز توتال، وجيت كندير الترويض بعد ما كانت رجلي مكوانسيه، كانت العصب ديالي والميسكل ديالي مطوندي، يعني
ونقصح، ما كنقدرش نطويها، ما نقدرش نتمشى بها، ما نقدرش نصوب بها. جيت هنا درت الترويض، تحسنت لي الكوتي بنتي، الحمد لله. تحسنت لي بنتي. وماشي غير بالترويض، حتى بالسيرفيس، بالمعامله. بالعامله بنتي، راه بسيتي حتى بسيتك مولا كانت معامله زوينه، الانسان راه دغيا حيت ملي كترتاحي في شي بلاصه كتولي انت باغا تجي، باغا انت توصلك الرونديفو باش تجي. خليكم معنا البنات. شكرا. واحد المساله اللي جديده اللي دابا كنمارسوها في المركز ديالنا هي مجال ديال التنميه الذاتيه، يعني دخلنا الكوتشينغ والبرمجه اللغويه العصبيه في المركز، بحكم يعني كان جمعنا واحد الوقت طويل مع المريض، كيستافد المريض من الترويض، وحتى الا بغى يدير يعني حصص اللي كتخص الكوتشينغ مرحبا. وبالنسبه للمتتبعات ديال مريم شانيل غادي نديروا لهم واحد لوفر سبيسيال. حنا الكوتشينغ تنديروا الجلسه ب 300 درهم. شرح للناس شنو هو الكوتشينغ. انا نشرح لكم حيت كاين الناس اللي ما قارينش وكيتبعونا حتى هما. انا الكوتشينغ هو واحد التخصص ديال المرافقه. الكوتش هو واحد المرافق، راه ما تنعالجوا المريض لا بنقيسوه لا بادويه، كنعالجوا فقط غير النوع ديال غير الهضره، غير مرافقه، غير بالهضره. يعني كيجي عندك مثلا المريض اللي عنده واحد التشتت في الافكار ديالو مثلا، او لا عنده مثلا واحد الازمه دايز منها، ضغوطات ديال العمل او القرايه، او لا عنده واحد الاهداف ما استطاعش انه يحققها، او مثلا عنده واحد خلط في الاولويات. الكوتش شنو كيدير؟ انه كيساعدو طرح واحد العمليه ديال الجلسات، كيطرح عليه مجموعه من الاسئله وتيخرج منه هو الحلول، كيرتب معاه الاولويات ديالو، تينظم معاه مثلا يعني الاهداف ديالو، وتيخرج ليه القدرات اللي عنده اللي ممكن انه يستعملها. كذلك تيحيد الا كانوا شي افكار بمساعده ديال الكوتش، كيحيد الافكار اللي هي سلبيه، بعض المعتقدات اللي هي لا عقلانيه غير منطقيه، تيحاول انه هو راسو يعرف انه خصو يوقف على دوك المسائل وخصو يغيرها. يعني هذا هو الدور ديال المرافق. وتنخدموا بالنسبه للكوتشينغ الدراري الصغار الكبار، يعني حتى الازواج، عندنا حتى التخصص ديال العلاقات الزوجيه، كاينشيو دي كوبل اللي عندهم مشاكل بيناتهم، كاينش واحد انسجام بيناتهم، كاين يعني واحد نوع من عدم التفاهم، فممكن كنستقبلوا كل واحد بوحدو وكنديروا جلسه اللي كيكونوا فيها مثلا بجوج، وحتى الرسل كيبداو يحلوا المشاكل ديالهم غير بوحدهم، ولكن بالمساعده ديال الكوتش. عندنا حتى البرمجه اللغويه العصبيه. هاد البرمجه انا عندك كوتش في العلاقات الزوجيه، ها هي البنات، شهاده. البرمجه اللغويه العصبيه يعني كيكون الانسان اللي جايب واحد التربيه وواحد المخلفات قديمه على يعني على البيئه فين عاش، على التقاليد اللي كانت دازت عليه، وكيحاول انه يغير، جايب هدف انه باغي يغير. انا كنعاودو نبرمجوه من اول وجديد باش انه يغير العادات ديالو، يغير يعني السلوكيات ديالو للافضل. الهدف هو ان نوصلوا بالمريض انه يكون في واحد المستوى احسن وافضل. حتى الناس اللي كتعاني من السمنه طبيعه الحال هذا خصو كوتش، هو خصو يقنعو كيفاش انه خصو يتخلص من داك الوزن الزائد. عاد غادي يقدر يبدا الحصص ديال النوتريسيون، ديال الحميه وديال التغذيه الصحيحه، وعاد ممكن يدير من بعد مثلا لاماسيسمو او يمارس الرياضه باش ينقص الوزن. ولكن كيجي مثلا المريض تيقول لك انا كندير ريجيم وكنوقف، ما تنقدرش، ما كايناش الاراده. هذا هو الدور ديال الكوتش. اكثريه الناس بصح كاين مثلا كيجيو وليدات صغار عندهم مشاكل في الدراسه ديالهم، عنده مثلا وقف على امتحان ديال البكالوريا، تيوقع واحد الخلل في الثقه في النفس، يقول لك انا كنبان لي ما غنجحش ولا ما غاديش نحصل على المعدل اللي بغيت. فكنجيبوا مثلا الوالده ديالو او الوالد ديالو، كنديروا معاه جلسات كنرفعوا ليه الثقه في النفس، وكيولي كيبان لي ان النجاح راه مضمون، وكيولي كيعتمد على القدرات ديالو، وكنخرجوا ليه دوك يعني المشاكل اللي كتخليه يعني عنده واحد الخلل في الثقه في النفس ديالو، فكينطلق وكيمشي بعيد، كيحقق الاهداف ديالو. ممكن نعرفوا الثمن؟ كما قلت لك الكوتشينغ كنديروا جلسه ب 300 درهم يعني في الايام العاديه، ولكن بالنسبه لكم نتوما غادي نديروا لكم اوفر سبيسيال وهي 200 درهم لاي استشاره. وهذا يعني اللي تسجل عندنا في هذا الشهر، ولو تكون استشارات مثلا تمشي لواحد الوقت طويل فغنخليوها لي دائما ب 200 درهم، كاينش مشكل. مرحبا بكم البنات. الكلمه الاخيره. الكلمه الاخيره كنشكر مدام مريم، شكرا على الحضور ديالكم، والاعلام راه هو كيقدم واحد الدور كبير اننا نعرفوا للناس ونقربوا لهم الصوره ديال اي علاج. الحمد لله الترويض راه معروف، ولكن ماذا بينا الناس يعرفوا التفاصيل اللي كاينه في الترويض، وهذا دومين اللي هو دائما فيه الجديد، ومازال ان شاء الله كنطمحوا اننا نديروا من احسن. كنتمنوا ان شاء الله اننا ندخلوا الهايفو، كنتمنوا اننا ندخلوا لي زون دو شوك، لازير، وبطبيعه الحال كنواعدكم انه اي حاجه دخلت المركز
راه غادي نتصلوا بالاخت مريم وغادي نستقبلوها ان شاء الله، وغادي ندير لكم ان شاء الله تسجيل باش تكونوا دائما عارفين الجديد على المركز. دابا في النهايه ديال السوان اللي دارت مدام نعيمه، كنشكروا على الحضور ديالها اليوم. كنتمنى صحه ونعيمه البناتيه هذه غنيه عن التعريف، صحه ونعيمه بلا ما نعرفوك لانك تبارك الله غنيه عن التعريف تبارك الله كيعرفوك. كنشكرك على الحضور ديالك اليوم معنا. بغيت نسولك يعني كيفاش حسيتي من درتي السوان؟ واش كاين شي تغيير؟ ضروري كاين تغيير، حسيت بالراحه والنعومه، تنحس البشره ديالي كلها تغيرات. الحمد لله الصراحه زوين بزاف، وتنوعدكم بانكم غتجيو تجربوا غادي يعجبكم الحال. والله هادشي زوين بزاف وحتى المعامله المعامله بزاف البنات. بقات واحد المساله الناس كيسولوا على شحال من مره يقدروا يعاودوا هاد السوان ديال لي غافاسيال. فكيبقى يعني على حسب كل شخص وشخص، يعني على حسب النوع ديال البشره. كاين اللي كتكون هو ملي كيجي عندك المريض اول مره، ملي كتجي المريضه كدير ليها واحد يعني دياغنوستيك ديال البشره ديالها، كتعرف باش من النوع ديال البشره، كتشوفها واش مثلا فيها الحبوب، فيها ديطاش، فيها ندوب قديمه، فيها تجاعيد. يعني هذه خصها تعاود لا سيونس مثلا مره في الشهر او مره في شهرين، على حسب طبيعه الحال القدره الماديه ديالها، وعلى حسب الوقت، وعلى حسب هي شحال بغات تصلى في البشره ديالها. اما بالنسبه اللي كتكون مثلا باقا جون، باقا صغيره، البشره ديالها ما فيهاش مشاكل، فغير مره في 3 موا راها كافيه، ما كاينش مشكل. كنشكروك وكنشكروا الاخت نعيمه. تبارك الله عليك. المره الاخرى على الوزن اكيد قبل وبعد ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. يلا نخليكم هنا، السلام عليكم، نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي.